بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ بصوا بقى الطبق الجميل ده، ايه رأيكم فيه؟ هنعمله مع بعض في ربع ساعة. لو مستعجلة وما عندكيش وقت، في ربع ساعة نعمل أكلة. بصوا بسيطة جدا. هنعمل شيش طاووق بطريقة مختلفة، وهنقدمه مع الرز البسمتي، حاجة كده بجد تحفة. انا بشكر كل اللي بيتابعني وبيكتب لي كومنت حلو، وانا بحبكم كتير في الله يا حبايبي. يلا بينا بقى ندخل الفيديو ونشوف الوصفة بتاعتنا. ومعانا المقادير هنا. معانا نص كيلو صدور فراخ مقطعين مكعبات. معانا فلفل الوان اخضر واصفر، والفلفل حسب راحتكم يعني. ومعايا هنا مشروم فريش، ومعايا هنا بصل رباع. طبعا انتوا عارفين فوائد المشروم، بروتين طبعا حلو جدا، نحطه مع اي خضار بيبقى جميل. على طاسة سخنة كده هننزل بقى بقطع الفراخ بتاعتنا كده، ونبتدي نديها بقى تشويحة حلوة. وهنبتدي بقى نشوح الفراخ بتاعتنا كده. طبعا احنا مقطعينها مكعبات تكون تخينة شوية، ما تكونش رقيقة. هنا كده بقى قطع الفراخ، وطبعا مقطعينها قطع كبيرة، ونبتدي بقى نشوح فيها كده، نديها الصدمة بتاعتنا. وهنفضل نشوح فيها كده لما تبتدي بقى لونها يغير شوية معانا. هننزل بس عليها برش فلفل اسود كده، وهي بتتشوح كده التشويحة الحلوة بتاعتها، وبهارات فراخ. دي برضه هتدينا تيست حلو جدا. هننزل بس بحبة صغيرين، تاخد بس من ريحة التشويح بقى الفراخ، وتاخد معانا بقى الطعم الجميل. وخلاص كده بص الفراخ خدت معانا لون حلو. هننزل عليها على طول معانا المشروم فريش هنا، ومعانا بصلاية ربيع. هننزل بيهم كده على طول. نبتدي بقى نشوح الكلام الجميل ده بقى، والمشروم يبتدي يدبل معانا. طبعا المشروم الفريش ده جميل جدا يا حبايبي، ومفيد جدا، وفيه فيتامين حلو قوي. هنفضل نشوح كده في المشروم والبصل لغايه ما يدبل معانا تمام. هنبتدي بقى ننزل بقى بالتوابل بتاعتنا. فلفل اسود، احنا خدنا في الاول رشه بسيطه، هننزل تاني بشويه. بهارات فراخ 7 بهارات. الملح. هنبتدي بقى نقلب التوابل. ريحه البهارات الفراخ جميله جدا، بتدي الشيش طاووق او الفراخ طعم حلو قوي قوي. هنفضل نقلب كده لغايه ما البصله تدبل خالص معانا. بصوا ما شاء الله الفراخ خدت لون، بصوا بقى لونها جميل ازاي، تحفه بجد. واول ما نحس البصله ابتدت تدبل معانا، هننزل بقى معانا الفلفل الالوان كده، وده براحتكم حسب ذوقكم يعني. وهنبتدي نقلب الفلفل، بس مش عايزين الفلفل يدبل معانا تمام، عايزينه يبقى سنه بيقرش شويه. بص اكله بسيطه مش هتاخد معاكي 10 دقايق. بصوا ما شاء الله جميله جدا. تقدروا بقى تقدموا جنبها شويه رز بسمتي، رز عادي، رز بشعريه. بصوا ما شاء الله كده بقى بالقرفه والحبهان. بصلايه مبشوره ناعم، وهنقلب في البصلايه كده لغايه ما لونها يصفر معانا وتاخد لون حلو. ننزل كده بالكركم وسنه قرفه وملح. ننزل بالرز البسمتي، هنفضل نشوح فيه كده ونقلبه لغايه ما يتغلف بالزبده وبالقرفه كده، ياخد الريحه الحلوه. خلاص الرز بتاعنا كده اتشوح، هننزل عليه بالميه.
ما يبتدي يتشرب كده هننزل عليه بقى بالزبيب، نكون نقعينه في ميه. وكده الرز بصوا ما شاء الله اتفلفل، وبصوا تحفة جدا ولونه جميل. خلاص كده الأكلة جهزت في ربع ساعة، أسرع أكلة ممكن تعملوها. تعجلي وما عندكيش وقت تقدري تعملي الأكلة دي. بصوا مخدتش معانا ربع ساعة. بصوا طالعة معانا جميلة جدا والطعم بجد تحفة. اللي محطش لايك بقى يحط لايك يا حبايبي، واشترك في القناة عشان يوصلوا مني كل جديد انا بنزله. واستنينوا بقى ان شاء الله فيديوهات بسيطة وسهلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.